شنطة لازم تكون معاكي جوه شنطتك هتنقذك من حاجات كتير ومواقف كتير جدا. اهلا وسهلين وفيديو جديد على بيوتي تو بلوم باي نوران عمرو. والنهارده هكلمكم عن شنطه الانقاذ، ودي فعلا بجد مسميها شنطه الانقاذ ان لازم تكون معاكي، سواء انت بقى رايحه الجامعه رايحه الشغل ايا كان المكان اللي انت رايحاه، بجد لازم تكون معاكي الحاجات اللي فيها دي، عشان بجد كل حاجه فيها ممكن تنقذك في موقف معين. اول حاجه لازم تكون معاكي وهو البلاستر، لا قدر الله ممكن تتعوري او اي حد من زمايلك ممكن يتعور ويحصل الموقف ده، فلازم يكون معاكي هينقذك كتير. ما ينفعش شنطه الانقاذ تخلو من المبرد. المبرد بيكون مهم قوي، اوقات كتير قوي ممكن بعد الشهر الضفر بتاعنا مثلا يتكسر او حد برضو يحتاجه، فبرضو بيكون مهم قوي. في برضو مبارد بتكون يعني الحجم بتاعها صغير، فتقدري ان انت تاخديه معاكي بكل سهوله. انا عارفه ان في اماكن كتير قوي بيكون فيها دلوقتي الهاند ووش، بس اوقات كتير ممكن نروح مكان ما يكونش فيه الهاند ووش، فدي بتكون مفيده قوي. دي بتبقى عباره عن شرايح صابون، مجرد ان انت ما تحطيه على ايدك وتشغلي الميه بتكون صابون وبتنجز الصراحه وبتسعف كتير جدا. ما ينفعش شنطه الانقاذ تخلو من غير مسكن. اوقات كتير بيكون عندنا يوم طويل بره وبيكون مثلا مصدعين او ايا كان السبب، فبرضه ده بيكون منقذ جدا. يوم طويل ممكن جدا تهبطي، لازم يكون معاكي البان بونبوني اي حاجه، عشان لو هبطتي لا قدر الله تكون معاكي حاجه تساعدك. لازم يكون معاكي لو انت بره يكون معاكي مرطب، ويستحسن لو كمان في اس بي اف هيكون حلو قوي، عشان الترطيب ده بيكون مهم قوي. وطالما اتكلمنا عن الترطيب لازم برضه نحافظ على البشره بتاعتنا، فلازم يكون معاكي سان سكرين، عشان ده مهم جدا ان هو يتجدد كل ساعتين. ففي اوقات بيكون سان سكرين بيكون حجمه صغير، برضو ممكن يكون معاكي في الشنطه بتاعتك او شنطه الانقاذ، حقيقي هيسعفك كتير. وبرضو مهم قوي ان هو يكون معاكي في شنطه الانقاذ الدبوس ده، بجد بيفرق كتير قوي الدبوس ده، ايا كان منهم انت ممكن تحتاجيه، او برضو حد من زميلاتك تكون محتاجاه، فبرضو هيفرق قوي. ما ينفعش شنطة الإنقاذ تخلو من التوث بيك أو خلة السنان. وارد جدا إن إحنا ناكل بره وممكن أي حاجة تكون في السنان، فمش لطيفة وأنت بتتكلمي مع حد أو بتضحكي كده قدام حد يكون في أي حاجة في أسنانك. في ناس برضو بتاخد خيط وإبرة بيكونوا صغيرين كده وبرضو بينقذوا في مواقف كتير. وبس كده، دي كل الحاجات اللي ممكن ناخدها في شنطة الإنقاذ بتاعتنا. ولو أنتم عندكم أي حاجة تانية بتاخدوها شير كده في الخير، واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد.